السلام عليكم. اليوم رح نعمل أطيب سلطة روسية، إن شاء الله رح تعجبكم. بسم الله. رح أحط كوباية بطاطا قطعها مكعبات، بدي أسلق كمان كوباية بازيلا، بحط كوباية جزر، بحط كوباية ذرة. هي هون البطاطا استوت، الخضرة استوت، نطفي عليه ونرجع لكم عند التقديم إن شاء الله. بعد ما سلقنا الخضرة، طبعا أنا ما ملحتها، أول إشي رح أملحها. رح أحط نتفة صغيرة هيك ملح، تقريبا نص معلقة صغيرة. بالآخر مندوق ومنقرر إذا بدنا ملح كمان ولا لا. هاي معلقة صغيرة خل ونص. طبعا هنحط سكر، زكاوة السلطة الروسية بالسكر. نص معلقة صغيرة ليمون، 4 معالق كبار مايونيز بحطهم كلهم. عين جرادة الخضراء بتعطي طعم خرافي للسلطة الروسية. طبعا احنا بدنا ندوق عشان نشوف المكونات، اذا بدها اشي تاني، اذا بدها ملح، اذا بدها حمض بنزيد لها. والسكر اهم شي، بيعطيه طعم كتير طيب. انا ما كترت الملح لانه بدي احط مخلل، المخلل اختياري، بس المخلل بيعطيها طعم كتير طيب برضه. وهي بدي احط كمان غطاية خل، يعني غطيتين خل. هاي السلطة افضل انك تبيتيها ليلة بالثلاجة، تتقدم باردة. هي هون بدي اضيف كوز لبن زبادي 3% دسم على المايونيز، بيعطيه طعم كتير زاكي.